معلم، أنا شايف اليوم فاتح مطعمك مع إنه لجنة المتابعة دعت لإضراب عام وشامل تضامنا مع الأقصى. حبيبي منير، أول شيء صباح الخير. أنا بعترفش من لجنة المتابعة ولا بعضها كنيسة العرب حبيبي. وشفناهن شما قتل عنا أكثر من 30 شاب بعكا. وشفناهن شما عنا بطالة، يمكن أكبر نسبة بطالة إسرائيلية بعكا. عنا كثير طلاب جامعيين خلصوا التعليم ما فيش وين يشتغلوا، قاعدين ببيوتهم. ما شفناهنش، ما وقفوش معنا، ما ساعدوناش، ما اجوش قالوا لنا شو مشاكلكم. كيف بدي اضرب معهم او اوقف معهم او اساندهم؟ أنا قلبي مع الأقصى، وقلبي مع الإسلام، وقلبي مع المسيحية، وقلبي مع اليهود. أنا بدي أعيش باحترام وبسلام ومساواة. بس مش عن طريق الإضراب بتحقق هذا الإشي، ولا عن طريق المظاهرات. لازم يلاقوا كفار، إحنا صرنا بالقرن ال21، لازم يلاقوا تخليف، إشي بديل للإضرابات والمظاهرات. ما بصيرش هذا، ولا إضراب حقق النتيجة واحدة، ولا إضراب ولا مظاهرة. شو عم بيسوي هن عندي معاش لاخر الشهر مصغر بجيبتهم، بيسالين حدا، بيسالين عندي معاشات، عندي سيارات، مكيفين. الحسره على الشعب اللي بنجر وراهم. صباح الخير هاني. لجنة المتابعة دعت لإضراب شامل، وللأسف في بعض المحلات التجارية في عكا القديمة العرب فاتحة. أول شيء إحنا كتجار في عكا، أنا كمتحدث باسم التجار في عكا، لجنة التجار في عكا، نحن نحترم قرار لجنة المتابعة. نحن لا نلزم الشرع، ما لزمناش حدا ولا قلنا لحدا سكر. زي ما أنت شايف في 99.9 من أصحاب المصالح مغلقة التزموا بالإضراب الكامل، وإحنا أضعف الإيمان إنه نحن نضرب بيوم عن الشكل من أجل الأقصى والشيء هذا اللي راحوا من أجل الأقصى.